اوعى تشتري موبايل من شاومي قبل ما تشوف الفيديو ده. هتقولي ازاي؟ ده شاومي بتقدم موبايلات كويسه وبسعر اقل من منافسينها بكتير، وكمان كل الريفيورز بيشكروا فيها. اقول لك معاك حق فعلا، موبايلات شاومي حلوه جدا، بس للتجربه مش ليكون موبايلك الشخصي. وانا بقول لك الكلام ده عن تجربه شخصيه مع البوكو اكس 3 اللي كان وحش اداء ساعتها وبينافس موبايلات اعلى من فئته السعريه بكتير، ولكن بعد 4 سنين وبدون اي سبب والتليفون كان شغال عادي، السماعتين بيبوظوا. نسكت على كده؟ لا، ده كمان الكاميرا السيلفي بتبوظ والكاميرا اللي ورا بتبوظ كمان، واخرها واللي قفلتها خالص البورده كمان بتبوظ. المشكله ان لما وديته يتصلح الراجل قال لي هيكلف كتير، حرام تصلحه وان ممكن يبوظ تاني، وقال لي كمان ان دي مشكله مشهوره في تليفونات شاومي. بس انا ما سكتش وسالت معظم صحابي اللي معاهم تليفونات شاومي وما لقيتش حد فيهم تليفونه سليم، اللي الكاميرا بايظه واللي البصمه باظت غير اللي مغيرين بورده. فانت هتاخد دلوقتي موبايل وحش وبسعر رخيص بس مش هيعيش معاك. وانت كمان لو حصل معاك مشكله من موبايل شاومي اكتبه في الكومنتات، ولو تعرف حد هيشتري موبايل من شاومي منشنه في الكومنتات او ابعت له الفيديو ده. ما تنساش تعمل شير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، وقصتنا مع شاومي لسه ما خلصتش. سلام.